السلام عليكم. النهاردة تاني يوم في عمر الكتاكيت، ما شاء الله. احنا شلنا الاكل والمية من قدامهم. انا بنزل لهم 3 مرات في اليوم انضفها لهم من التبن. مرة الصبح وانا نازلة في العادي بنزل لهم انضف لهم من التبن علشان الفرخ يعرف ياكل معايا ما يتأثرش. تاني حاجة بنزل لهم الظهرية اشوف اللمبة بتاعتي محروقة، عشان لو اتحرقت معايا ممكن الفرخ يبرد معايا ولا قدر الله يحصل عندي وفيات، فانا بردك بتلاشى الحتة ديت. بعد كده بنزل لهم اخر النهار بردك انضف لهم من التبن واغير لهم المية بتاعتهم، ودي بتبقى اخر مرحلة معايا. دلوقتي هنشوف مع بعض انا بحط ايه في المية وبحط ايه في العليقة. دلوقتي احنا نضفنا العلافات معايا. انا شايله الغطيان بتاعتها اول 3 ايام بس علشان الكتكوت يعرف ياكل بأريحية، مبقاش عارف لسه مكان الاكل، فهو دلوقتي بيتعود. وبعد كده بحط الغطيان علشان السبلة بتاعتهم، واحنا بنقعد ننضفها لهم وكده. دلوقتي هنحط نشا معايا. النشا بتعمل ايه؟ بتهدي معدة الكتكوت وكمان بتوقيه من الاسهال. هنحط نص معلقة دلوقتي في العلفات، نص معلقة دلوقتي من النشا عشان منع الاسهال عند الكتكوت. بقلبها في العليقة زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هنجهز مع بعض المية ونشوف هنحط فيها ايه. دلوقتي هنحط العلاج معايا دوت تنفسي مضاد حيوي. انا بستخدم بشري بتاع اطفال لمدة 3 ايام. انا جربت علاجات كتيرة بيطرية، بس دوت اللي نفع معايا قوي في صيف او شتاء، عن تجربة بجد. لو عايزين اسم الدواء قولولي وانا هقول لكم ايه في الكومنت اسم الدواء ايه اللي انا بستخدمه. دوت سنتي على الرتل، بيمنع عنك اي حاجة تجيلهم في الجهاز التنفسي زي ما انتم شايفين. هحط اهوت. وكمان المية بتاعتي انا هعملها بدرجة حرارة الغرفة. انا حطاها من الصبح عندهم او من بالليل على حسب انت هتحطي امتى المية. بتحطيها معاهم جوه في قلب المكان اللي هم محطوطين فيه علشان تاخد من درجة الحرارة بتاعة اللمبة، تبقى نفس درجة حرارة معدة الكتكوت علشان منع الاسهال وكده. ومعدة الكتكوت بتبقى سخنة وانا بجيب مية من الحنفية بتكون ساقعة، بتزود عندهم البكتيريا فبتجيلهم اسهال. انا قلت برضك انبه عن المعلومة ديت. حطينا المية اهوت والعلافات زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الفراخ معايا بتاكل وكويسة، مفيش حاجة متسلطة تحت اللمبة ولا اي حاجة. تبقى كده الحمد لله الدنيا ماشية معايا كويس. برضك التهوية مناسبة لهم. احنا مهويين برضك مكان علشان برضك درجة الحرارة اللي احنا فيها ديت تكون مناسبة لهم. وكمان المية زي ما انتم شايفين انا حطيتها علشان تاخد درجة حرارة المكان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.